علاقتها باللي احنا بنقوله النهارده؟ يا كلاوي احنا عمرنا سألنا الأسئلة دي. دي مش يوز، دي اسمها ايه؟ دي اسمها us. طيب هل دوت موضوعنا النهارده؟ لا، انا ستيل بقول لك الكلمات اللي شبه كلمة used. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي طلبة الثالث الإعداد. إن شاء الله النهاردة هنشرح Grammar Unit 7 قاعدة used to. هنبدأ مبدئيا إن شاء الله بإذن الرحمن هنقول أصل الكلمة جت منين. فإحنا عندنا كلمة شبهها اسمها us، كلمة تاني اسمها used التصريف التاني بتاعها، وبعد كده used to و for. إيه الحكاية؟ تعالوا نعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا كلمة use. use يا جماعة شبهها كلمة إيه؟ بسم الله. هنيجي هنا كده use. دي مش use، دي اسمها ايه؟ دي اسمها us. يعني ايه us؟ us دي معناها نحن. امال يعني ايه we معناها نحن. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ احنا عندنا us بتيجي مكان المفعول، انما we بتيجي مكان الفاعل. يعني ايه برضو؟ يعني we بتيجي اول الجملة فهي فاعل، انما كلمة us بتيجي بعد الفعل مكان المفعول. ايه علاقتها باللي احنا بنقوله النهاردة؟ ان احنا لما نيجي نكتب كلمة us لو انا ضفت لها ايه في الاخر ما بقاش معناها نحن، بقى معناها يوز يستخدم، ويستخدم دوت فعل. يستخدم فعل. الفعل ده لو وديته الماضي هياخد دي، يبقى كلمة used هو فعل منتظم معناها استخدم خلاص. طيب لو انا مثلا عندي هنا used to و used for. ايه used to؟ يستخدم من اجل، و used for معناها يستخدم من اجل. لو انا جيت اتكلم على a knife، يعني ايه knife؟ معناها سكين. السكين is used to يستخدم من اجل to cut fruit. كلمة cut fruit معناها يقطع فاكهة، يبقى أنا هستعمل سكين علشان أقطع فاكهة. يبقى إحنا دلوقتي عندنا US بقولها us معناها نحن. طب لو أنا زودت لها إيه؟ بقى الفعل use معناها يستخدم. حلو أوي. طيب لو أنا جبت بعدها to أو for بقى used to معناها يستخدم من أجل ويأتي بعدها مصدر. ممكن أقول used for cutting fruit ويبقى معناها لتقطيع الفاكهة. يبقى احنا عندنا to وراها infinitive، انما for وراها gerund يعني فعل اخره ing. حلو قوي. طيب هل دوت موضوعنا النهارده؟ لا، انا ستيل بقول لك الكلمات اللي شبه كلمة used. طيب تعالوا دلوقتي نشوف الموضوع. عندنا كلمة used to بتاعتنا بقى النهارده معناها اعتاد على شيء كان بيعمله في الماضي ولكن دلوقتي ما بيعملوش. يبقى دي بتتكلم عن عادة في الماضي. عادة في الماضي. هنبدأ ناخد مثال. When I was young I used to play cards. لما أنا كنت صغير أنا كنت متعود ألعب cards. طيب حلو قوي. يبقى used to هنا يا ولاد جه وراها إيه؟ جه وراها مصدر. حد يقول لي يعني إيه مصدر؟ برافو. مصدر معناها الفعل بدون أي إضافات، بقول عليها البيس فورم، يعني مش بينتهي بإس ولا ED ولا ING وهو في التصريف الأول للفعل. طيب لو أنا جيت هنا قلت لك I usually caught fish when I lived in Alexandria. السؤال الأولاني ما أنا تكونوا شايفين بوضوح. I usually caught. كلمة caught fish معناها اصطاد سمك. ايه يا ميس؟ مش كلمة usually دي من كلمات ال present simple المضارع البسيط؟ ايوه، وممكن كمان ان انا استعملها علشان اعبر عن عادة في الماضي. عادي جدا ممكن استخدم ظروف التكرار علشان اعبر عن حاجة كنت متعود اعملها في الماضي. طيب I usually caught fish when I lived in Alexandria. حلوة أوي. مطلوب مني في الجملة دي إني أستعمل used to. طيب هنعمل إيه؟ أنا عادة كنت بصطاد سمك، يبقى هقول I. خليني أغير اللون. هقول I زي ما هي، وبعدين هستعمل used to. طيب شاطر يقول لي بقى احنا هنا used to حطيناها مكان مين؟
برافو، مكان usually. I used to، بس used to عندها شرط، قالت لي إن أنت لازم تجيبي بعديها infinitive، لازم تجيبي مصدر. I used to catch fish. I used to catch fish when I lived in Alexandria. هل العادة دي مستمرة الآن؟ No، العادة دي كانت في الماضي. ناخد مثال كمان. المثال اللي بعد كده بيتكلم عن هالة، وهالة بتقول هالة doesn't have long hair anymore. فأنا عندي هنا نفي مع الاثنين. ايه اللي هيحصل؟ دي اتكلمت عن عادة في الماضي، يعني هي زمان كانت عندها شعر طويل، بس دلوقتي هل شعرها طويل؟ No. هنعملها ازاي؟ برضو بيقول لي استعمل used to. فانا هنا هقول ان هالة used to يعني اعتادت ان to have long hair. هل ينفع احط anymore؟ لا يا حبايبي، النفي واني هيمشوا مع بعض وهحط مكانهم used to. طب دي ازاي ادت معنى النفي؟ لانها بتنفي دلوقتي، يعني دلوقتي مفيش العادة دي كانت موجودة زمان بس. ناخد حاجة تانية. طيب نبص هنا رقم 3. My parents lived in a small flat 20 years ago. أنا والدي كانوا عايشين in a small flat 20 years ago، يعني من 20 سنة. أنا دلوقتي عايزة استعمل used to في الجملة دي، يا ترى هعمل إيه؟ هقول my parents يعني والدي اعتادوا أن، يعني هم اللي كانوا بيعملوا كده used to. وهعمل ايه في ليف؟ هجيب المصدر بتاع ليف. ايه المصدر بتاع ليف ده؟ ليف بس يا حبايبي، وهشيل دي وهكمل بقية الجملة عادي جدا. كده الجملة خلصت. يس. ناخد واحدة كمان بنتكلم عن سارة. سارة always برضو تاني عادة في الماضي. سارة always got up early when she was young. أنا إزاي أفرق بين always بتاعة المضارع و always بتاعة الماضي بتاعة الباست؟ إن هنا دايما في جملة بتوضح لي إن دي كان زمان، غير طبعا إن في بعد always فعل فين؟ فعل في الماضي. فأنا عندي هنا when she was young لما كانت صغيرة في السن، يبقى هقول سارة. هنشيل always اللي بتعبر عن العادة وأحط مكانها used to. used to plus المصدر got، المصدر منها get، وكمل بقية الجملة عادي جدا. مثال كمان she lived in London before she moved here. يعني هي كانت عايشة في لندن قبل ما تنتقل هنا. طيب هنستعمل، مطلوب مننا إن احنا نستعمل used to. طيب she lived in London هتتحول لشي used to، وعندنا المضارع من live برضو هنشيل الدي to live in ونكمل الجملة. نهى no longer travels abroad. نهى لم تعد تسافر للخارج. معنى كده انها زمان كانت بتسافر، يبقى هقول ان نهى used to. نهى used to اتعودت انها تسافر، بس ايه في المصدر. برافو عليكم. نهى used to travel abroad. تمام. ناخد مثال كمان. he was in the habit of. he was in the habit of معناها ان هو كان معتاد على. he was in the habit of كان متعود ان هو، طبعا بعد of هنا يا ولاد جايب ايه؟ جايب helping people، يعني هو زمان كان بيساعد الناس but now he doesn't. طيب he was in the habit of helping people، يبقى he used to. مصدر الفعل فين؟ الفعل اللي عندي الفعل help. حلو قوي. he used to help people. أحمد drank a lot of coffee but he stopped. أحمد شرب كمية كبيرة من القهوة دلوقتي توقف. يبقى هقول أحمد used to.
drink هوديها للمصدر هتبقى drink. used to drink a lot of coffee. ماشي، ولكن هقف عند هنا عند coffee، مش هنكمل. ليه بقى؟ لأن خلاص هي used to ادت المعنى. but now he stopped. it means he stopped now، يعني دلوقتي ما بقاش يشرب حلو أوي. عندنا ازاي ننفي used to. used to يا حبايبي زيها زي أي فعل في الماضي، بنفي الفعل الماضي ب didn't، بنفي الفعل الماضي ب didn't plus المصدر. فأنا هنا التركيبة بتقولي didn't used to وراها الانفينيتيف. السؤال بيجي على القطعة دي إن didn't ممكن يقول لي استعملي not في الجملة، يبقى هو عايز ايه؟ هو عايز didn't. ممكن يجي يقول لي استعمل used to، يبقى هو عايز قبلها didn't أو did. طيب نيجي ناخد المثال الأولاني. he used to ride his bike to school. احنا عاوزين ننفي. طالما هننفي هو قال استعمل not. هل not هحطها في أي حتة؟ لا، طالما قال استعمل not يبقى هو يقصد didn't. يقصد إيه؟ يقصد didn't. يبقى he didn't used to write his bike ونكمل الجملة عادي جدا. يبقى لما يجي يقول لي استعمل not أنا هحط إيه؟ هحط didn't. تمام. نيجي هنا he didn't used. بعد didn't احنا قلنا بيجي إيه يا ولاد؟ بيجي مصدر، صح كده؟ used دي صح؟ لأ، فالمفروض إن أنا أرجعها للمصدر وهشيل الدي. هتبقى الجملة الجديدة بتاعتي he didn't use to وكمل. Number 3. My father doesn't used to like tea when he was young. بتكلم عن عادة في الماضي. يبقى أنا هعمل إيه في doesn't؟ عندنا used to، إحنا اتفقنا إن used to عشان أنفيها لأنها فعل ماضي لازم didn't. يبقى أنا هعمل إيه في doesn't؟ هشيلها وأحط مكانها didn't. ده كده التصحيح بتاعها. Number 4. I didn't make noise inside the classroom. أنا ما كنتش بعمل دوشة جوه الفصل when I was a student لما كنت طالب. مطلوب منك تستعمل used to. معنى إنه قال لي استعملي used to يبقى لازم في قبلها didn't. يبقى I didn't used to make noise. ونكمل بقية الجملة عادي جدا. ناخد مثال تاني سهل وبسيط. سمير never drank tea when he was a child. بيقول استعمل didn't use. يبقى هنقول سمير ما كانش بيعمل ايه؟ ما كانش بيشرب شاي. يبقى سمير didn't used to، ما كانش متعود. didn't used to. هل ينفع انزل never هنا؟ لا، لان النفي حل محل ايه؟ never. يبقى احنا شلنا never وحطينا didn't وهنكمل بقية الجملة عادي جدا drink ونكمل الجملة. Number 6. there used to be a train station. كان في train station here هنا. مطلوب مننا ان احنا نستعمل not، يعني برضو هستعمل didn't plus used to plus المصدر. فانا هقول there didn't used to be a train station here وهنكمل الجملة عادي جدا. يبقى احنا دلوقتي اخدنا ايه من الاول؟ اخدنا ازاي نستعمل used to في الجملة وازاي ننفي. قلنا بننفي زيها زي اي فعل في الماضي هستعمل قبلها didn't. اوكي، اخر حاجة ازاي اعمل question، ازاي اعمل سؤال. احنا عندنا السؤال بطريقتين، اما ابدأ من عند اداة الاستفهام او ابدأ من عند الفعل المساعد. لو بدأت من عند أداة الاستفهام يبقى أداة الاستفهام وراها على طول الأكسلري أو المساعد did وبعدين السبجكت اللي هو الفاعل بتاعنا هنا الفاعل وبعد كده used to والمصدر في الآخر. الجملة بتقول yes I used to live in أسوان. مطلوب مننا إن احنا نستعمل كلمة did. أوكي، هنستعملها إزاي؟ طبعا yes دي الإجابة، صح كده؟
طيب المفروض ان احنا هنبدأ ايه؟ هنبدأ بديد. يبقى انا السؤال بتاعي هيبدأ من هنا. يبقى ديد I على طول تنزل يو، وهنزل يوز في المصدر، لان طالما ديد موجودة يوز على طول في المصدر. used to في المصدر، ما ينفعش اخليها ماضي. يبقى did you used to live in أسوان، ونعمل question mark. طيب يبقى السؤال ده معناه هل. السؤال اللي بعده No, he didn't used to travel by car. ما تعودش انه يسافر بالسيارة. برضو هنسأل بديد. طبعا هنشيل no، ونو لما هتمشي هتاخد معاها ايه؟ تاخد معاها النفي. يبقى did he، وهنزل used to زي ما هي. used to travel by car و question mark في الآخر. يبقى أنا عندي did، وبعدين الفاعل اللي هو he، وبعدين used to اللي هي في المصدر. يبقى طول ما did موجودة هنا أنا هجيب used to في المصدر، ما ينفعش يكون فيها دي. طيب she used to live in Luxor. أنا هنا بسأل على المكان where معناها أين. يبقى مين اللي مش هينزل معايا؟ كلمة الأقصر. يبقى أنا هنا هبدأ بكلمة where، وبعدين المساعد بتاعي اللي هو did، she تنزل زي ما هي، use من غير الدي، used to live، وعلامة الاستفهام. ينفع أنزل in Luxor؟ لا طبعا ما ينفعش لأنها الإجابة. بعد كده عندنا we had a cat when we were young. did did we يا حبايبي عاملة زي I و we في الإجابة يبقوا you، وهننزل used to وراها المصدر من had اللي هو have. يبقى did you used to have a cat when you were young. ماشي؟ الجملة اللي بعدها did Mr. حاتم drive a taxi when he was a young man. مطلوب مني إن أنا أستعمل used to. did هتنزل زي ما هي يا حبايبي. did Mr. حاتم هينزل زي ما هو Mr. حاتم، وهنستعمل مين؟ used to. كل الجملة دي هتنزل زي ما هي. drive when he was a young man. طيب بعد كده عندنا آخر حاجة زي used to travel to Alex by train. فأنا هسأل عن وسيلة المواصلات. كلمة how معناها كيف. how معناها كيف. يبقى أنا لما أسأل عن وسيلة المواصلات مش هنزل معايا by train لأن ديت الإجابة. يبقى how قلنا بعد أداة الاستفهام. يلا أسمع كده. بعد أداة الاستفهام عندنا did اللي هو المساعد، وبعد كده الفاعل they، ويوز هنزلها من غير الدي. السبب علشان في هنا ايه؟ في هنا دي. How did they used to travel to Alex? It means Alexandria. To Alexandria. وطبعا الانسر الإجابة هتبقى by train. طيب احنا بكده نبقى خلصنا القاعدة. يبقى نقول تاني. احنا قلنا 3 نقط بخصوص used to. قلنا ايه بخصوص used to؟ قلنا حبايبي ان used to بتعبر عن عادة في الماضي. يعني ممكن الاقي always، ممكن الاقي usually، وفي الحالة ديت انا هحط used to مكانهم، يعني مش هكررهم في الجملة بتاعتي. بعد كده قلنا بننفي باستعمال didn't، used to زائد المصدر، ولما اجي اعمل سؤال هيبقى did والفاعل بلس الانفينيتيف. متبقي عندي نقطة مهمة جدا جدا. لو أنا عندي جملة فيها but now، يعني بس هقول أحمد used to be lazy but now، ولكن الآن he، وفي not. جملة تانية بتقول أحمد used to
أحمد used to drive a car when he was young, but now he في فراغ. هنا في معلومة مهمة جدا. احنا لازم ناخد بالنا من اللي بعد used to. هنا used to وراها verb to be، انما هنا وراها فعل عادي. طبعا احنا بنقول now، but now كده هيبقى اللي بعدها مضارع، لان انا دلوقتي ما بقتش بتكلم عن عادة في الماضي. يبقى الجزء الاولاني used to ده كده في الماضي، but now لكن الآن يبقى ده present، ده كده إيه؟ مضارع. حلو. but now he مش ده verb to be معناها يكون؟ بس هقول دلوقتي لا يكون. حلو أوي. إحنا عندنا be في present في المضارع عبارة عن am is are. he هتاخد إيه؟ هيجي بعدها is. تمام كده؟ طب أنا عايزاها منفية، لأن دلوقتي بقول but now ولكن الآن هو لا يكون كسول، يبقى he isn't. يبقى أنا هنا لازم أحط verb to be. ليه؟ لأن كان النص الأولاني في verb to be برضه. هنا used to وراها فعل عادي. خلاص؟ يبقى دي معناها إيه؟ يقود السيارة. بس دلوقتي لا يفعل. يفعل عندنا اللي هي verb to do. كلمة do وكلمة does دي معناها يفعل في المضارع. حلو أوي. هنا في but لكن يبقى ده منفي، ولكنه الآن لا يفعل but now he هيبقى doesn't طبعا. تمام كده؟ يبقى إيه الفرق بين he isn't و he doesn't؟ يعتمد على اللي جاي بعد used to. أتمنى تكونوا فهمتوا القاعدة ديت. يا ريت نطبق عليها كتير. أي سؤال ممكن نبعت فيه الكومنتس. إن شاء الله بإذن الرحمن هنعمل كويز قريب جدا، وهنستقبل أسئلتكم بإذن الرحمن. وأي حد عنده مشكلة في القاعدة دي سهلة جدا جدا جدا، ممكن يبعت لي. وشكرا لكم، أتمنى تكونوا فهمتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.